دلوقتي يا حبايبي هنبدأ مع بعض بتسبيكة المحشي. هنقول مع بعض بسم الله. هنزل دلوقتي بمعلقة سمنة حلوة كده على شوية زيت. أنا بحب أسيب تسبيكة المحشي زيت، شوية زيت حلوين وسمنة تسخن معانا. دلوقتي معانا الزيت والسمنة سخنوا. هنزل دلوقتي بالبصل والفلفل والثومة، فرمهم مع بعض في الكبة. معانا الزيت سخن قوي اهو. انا بحب احط في التسبيكه بتاعتي قرنين فلفل رومي مع واحد حامي مع 3 4 بصلات. بقى انا بحب بصل المحشي كتير مع الثوم بتاعي. نسبك مع بعض التسبيكه وهنشوفها مع بعض كده للاخر. بصل معانا ياخد اللون الذهبي كده وهننزل عليه بالقوطه مع بعض. ورجعت لكم بقى كده بعد ما البصله خدت اللون الذهبي. انا لما اجي اسبك للمحشي ما بحمرهاش اكتر من كده عشان بتدي طعم حلو للتسبيكه. هنزل معاكم كده بشكل القوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى طعمها حلو قوي مسكره ومخليه طعم المحشي اللي كده طعمه مسكر كده وجميل. ننزل مع بعض بقى كده بالبهارات. الطبق ده انا حاطه فيه ملح وكزبره وكمون وفلفل اسمر، لكن الشطه ما حطيتش شطه لان انا حاطه شطه حاميه قوي خضره، ما اقدرش ان انا احط شطه تاني بقى. وبرغبكم عايزين اللي بيحبوا حراق قوي يحط عادي، لكن انا بحطه كده عشان خاطر الولاد لو لقوه حراق ميرضوش ياكلوه. دلوقتي معاكم كده التسبيكه انا عملتها اهو. هتتسبك ونرجع لكم تاني مع بعض بعد ما تتسبك. عم تتسبك بقى هوريكم بقية الغدا اللي هنعمله النهارده. هوريكم هنعمل ايه مع بعض دلوقتي لغايه ما التسبيكه تتسبك. دلوقتي هوريكم هنعمل ايه مع المحشي. انا دلوقتي عندي الفرخه اهي غسلاها ومنضفاها ونقعاها دلوقتي بليمون وخل وشويه جنزبيل صغيرين كده وشويه ملح وشويه دقيق، ونسيبها مع بعض كده شويه. انا عامل شويه يعني، بس هنسيبها برضو شويه كده قيمه نص ساعه ولا حاجه، وهنطلعها كده مع بعض نشوف احنا هنسلقها مع بعض ازاي عشان نطلع منها شوربه جميله للمحشي اللي هنعمله. ودلوقتي انا عندي الكرنب مسلوق جاهز اهو. هوريهولكم. كنت انا عامله محشي قبل كده وفضل مني الكميه دي اللي هنحشيها النهارده. انا بطلعه من الفريزر كده يبقى متلج يفك مع نفسه كده. اطلع الورقه افردها الاقيها كده ايه معاكم من غير اي حاجه وهيبقى حلو قوي. وانا بعمل معاكم سليق الكرنب مره تانية بقى لان ده كان مسلوق عندي. وده النهارده المحشي والفراخ النهارده هنعملهم مع بعض. وشوفوا الاخر المحشي هيبقى ايه معانا. هيبقى حلو ان شاء الله وهيعجبكم التسبيكه دي. ودي طريقتي بقى في اعمال المحشي عندي. كل واحد بقى ليه ايه ليه طريقه، بس انا حبيت اعرف كل دي طريقتي. دلوقتي هنسلق الفراخ كده عما التسبيكه تتسبك. انا دلوقتي حطيت ميه وهنزل بجزرايه وبصلايه وقطايه وورقتين لورا وشويه وفصين حبهان. هننزل كده مع بعض كده في الميه عشان هنسلق الفراخ كده بيها. نسلق الفراخ فيها هتغلي معانا عما نشطف الفراخ وارجع تاني اوريكم هنعمل ايه. نشوف مع بعض كده التسبيكه بتاعت المحشي. ما شاء الله جميله وريحتها فظيعه بقى حلوه قوي ما شاء الله. سبكت معانا اهي، سبكت معانا خالص اهي. هنسيبها برضو شويه. كل ما تنشف كل ما تكون احسن.
هنسيبها شويه بس عما نسقط الفراخ السلق، وهنرجع بقى مع بعض نكمل اعمال المحشي. دلوقتي هنشوف كده مع بعض كده الميه غلت اهي. كان عاملين الشوربه عشان نسقط فيها الفراخ. معانا كده الفراخ غسلاها ومنضفاها، شايفين احنا كانوا واقعين مع بعض. بسم الله نسقطها مع بعض كده في الشوربه بتاعتها. انا مكتره الشوربه علشان خاطر المحشي بقى. هنسيبها تتسلق مع بعض. اخر حاجه هنحطها خالص الملح. نسيبها بقى تتسلق ونروح نعمل الرز بتاع المحشي مع بعض بقى، نقلبه كده علشان نحشي مع بعض بقى. كده رجعنا للتسبيكه خلاص، كده اتسبكت خالص، ريحتها حلوه اهي. نغسل رز المحشي بقى ونرجع تاني نقعد كده، هنطفي كده خالص على التسبيكه وهنغسل رز المحشي وارجع لكم تاني. دلوقتي الرز انا غسلته اهو معاكم وحطاه في المصفى. هاجي احطه معاكم في الطبق ده، نزلته وصفته حلو اهو. ده معاكم كده بقى بخضرة المحشي، كانت عندي كده في الفريزر اهي، حتى هتلاقوها متلجة. هي لازم تيجي على طول متلجة كده على الرز على طول. بحب الخضرة كتير بتاعت المحشي، كل ما يكون كتير كل ما يكون طعمها احلى. نقلبهم الاول كده ببعض. نحط كمان شوية خضرة، دي كزبرة وشبت وبقدونس. انا عامة ما بحبش احط بقدونس على المحشي، اللي بحطه كزبرة وشبت. في اللي بحط كده 3 يعني، وفي اللي بحط الاتنين. انا قليل قوي 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 عم احط البقدونس قليل قوي، لان انا ما بحبوش في المحشي قد كده. دلوقتي انا قلبته معاكم تقليبه حلوه اهو. هجيب بقى الصلصه بتاعت المحشي ننزلها عليها. دلوقتي انا نزلت بالصلصه اهو. هقلبها معاكم تقليبه حلوه كده، هقلبها تقليبه حلوه وارجع لكم تاني. دلوقتي قلبت معاكم الرز في الصلصه اهو. انا بقى بحب اشوحه، هحطه كده في الحله بتاعه التسبيكه على البوتاجاز واوريهولكم انا بشوحه ازاي. حتى كده الرز اهو على النار في الحله عشان ياخد معانا تشويحه حلوه. هنزل بشويه زيت حلوين كده، شويه زيت حلوين، انا بحب الزيت عليه كتير كده برضو. وانا بشوحه على البوتاجاز في الحله، اشوحه كله في بعضه كده. ياخدوا تشويحه حلوه معانا، ونرجع مع بعض بقى واحنا بنحشي. شوف هنحشي ازاي. كده كان معايا تقليب الرز معاكم اهو، مخدش وقت ولا اي حاجه. على فكره هو في الطبقه حلو، بس ضي النور عندي مش حلو خالص. خليكم معايا بقى واحنا بنحشي كده هوريكم. انا رجعت تاني حطيت شويه كزبره وشويه كمون معايا عشان بحب البهارات بتاعته كتير شويه.
اهو شوح معانا خالص الرز اهو. تلاقيه نشف خالص من الصلصه اللي فيه. الرز شرب الصلصه. يلا بينا بقى نحشي مع بعض. الفراخ معانا اهي بدأت تستوي خالص اهي، ما عادش خلاص، ده 5 دقايق بالكتير وهطفي عليها. ننزل بقى بالملح بتاعنا عشان هي خلاص كده بدأت تستوي. وقت معانا خلاص اهي. الشوربه بتاعتها جميله قوي. غطينا عليها بقى لمده كده 5 دقايق وهنطفي عليها. نحشي. جبت الحله اللي هحشي فيها، انا هحشي في الحله الفخار دي، جربوها كده في المحشي بتبقى فظيعه قوي. حاطه في القعر بتاع الحله تقطيع الكرنب اللي هو الفضلات مع شويه خضره كانوا عندي. وهنا ده معانا اهو رز المحشي اهو، بعد ما حطيته في الطبق بعد الحله الحشو اهو، فظيع وريحته جميله. وده معانا الكرنب اللي احنا هنحشي منه اهو. لكم معايا بقى هوريكم انا بحشي ازاي. اول حاجه هنقول بسم الله. انا بحب احط الورق الغامق ده في ارضيه الحله. بعمل السطر الاولاني اللي في الحله، بعمل السطر الاولاني كله كده غامق معاكم، الاخضر معاكم كده. اعمل السطر الاولاني كله اخضر، وبعد كده ببدا احشي بقى في الابيض. احشي معاكم بس شويه، وبعد كده ايه نقفل ونرجع تاني مع بعض. هيعجبكم اوي والله لو عملتوه في الحله دي، جميل قوي. انا ما بقطعش الورق بتاعي على قد المحشيه، انا بجيبه زي ما انا سلقه كده، التقطيع بتاعه اقطع انا وانا بحشي على قد المحشيه بتاعتي. انا ببقى عامله كده اهو، اهي معاكم اهي، واقوم جايه مقطعاه كده على قد المحشيه. دلوقتي اهو المحشي الاخضر اهو، هلف الدير كله الاخضر معاكم وهرجع لكم بعد ما اخلصه. دلوقتي رجعت لكم اهو بعد ما عملت السطر الاولاني في قعر الحله من تحت، لميت في الاخضر كله اللي عندي. هكمل معاكم بقى، هكمل بقى الحله للاخر واوريها لكم بعد ما اخلص. ودي كان معايا المحشي بعد ما خلص اهو، ده اخر المحشي اهو بعد ما خلص. حله المحشي دي الكميه بتاعت المحشي اللي انا حشيتها. دلوقتي انا خلصت ودخلت. دي الفراخ بتاعتي استوت اهي، نشيلها خالص كده من الشوربه عشان نسقي المحشي مع بعض، نشربه كده مع بعض. نقوم جايين هنشيل الفراخ كده من الشوربه وارجع لكم تاني عشان نسقي المحشي مع بعض. نعير عليه ونولع مع بعض على النار. انا الشوربه عم كنت حشيت كانت بردت، هغلاها معاكم تغلي بس ونعير على المحشي. كده معانا الشوربه غلت اهي، نطفي عليها. هبدأ معاكم كده بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ معاكم كده شرب المحشي كده خالص، بسم الله. احرك كده معاكم الحله عشان تتشرب كلها. كده المحشي كله اتحرك معايا خالص اهو.
يبقى كده الشرب حلو. انا هوطي بس كده تغطيه خفيفه عشان بس من ايه بحب يكون ناشف وحلو معايا كده، ما يكونش طري قوي. كده بقى هنولع كده عليه على نار هاديه، متكونش عاليه قوي، لان الفخار ده ما بيحبش النار عاليه قوي، تكون نار متوسطه كده عليه. وبعد ما يختم معانا اوريهولكم. وكده رجعت لكم المحشي خلاص اتشرب خالص اهو، استوى معانا ما شاء الله، جميل قوي وريحته جميله قوي. وخليكم معايا بقى ما نبقى نقدم بقى للغدا ان شاء الله. دلوقتي ميعاد الغدا، معانا الفراخ اهي، هنحمرها بقى عشان نحط الغدا. دلوقتي واحنا بنحمر في الفراخ هنعمل شويه لسان العصفور. حطيت الحله معاكم اهو فيها شويه زيت يسخنوا بس، واحط لسان العصفور عشان نحضر الغدا. دلوقتي الزيت سخن معانا اهو، هننزل بشويه لسان العصفور. حمرهم معانا كده ياخدوا اللون بتاعهم اللي احنا عايزينه، ننزل عليها بقى بالشوربه. دلوقتي معانا الفراخ اهي احمر. نعمل معانا بس نكمل تاني وهنخرجها من الزيت. رجعنا هنا تاني كده لسان العصفور. ايدي تقلفهم على طول كده عشان ما يتحرقوش مني ويغمقوا. كان لسان العصفور خد اللون اللي احنا عايزينه. هنزل بقى بالشوربه بسم الله. بغمقها شويه كده بس مش شويه قوي عشان برضو ما تستوي ما تتجدش معانا، عشان كل ما تغلي في الشوربه بتفتح لسان العصفور لونه بيفتح معانا. هتغلي وهتستوي معانا بشويه الشوربه القليلين دول. بعد كده هكمل شوربه بقى، هكملها شوربه يعني على قد ما انا عايزه. ودي دلوقتي شكل الاكل بعد ما خلصته وقدمته. دي المحشي معانا هو فظيع ولا معجن ولا اي حاجه، جميل جدا. دي الفراخ بتاعتنا بعد ما اتحمرت اهي. ودي المفاجاه بقى اللي ايه قلت اسيبها لكم في الاخر في التقديم. فضل معايا شويه رز من المحشي، عملت بيهم حله صغيره كده كوسه على بتنجان. دي البتنجان بس انا بحب احمره، ماكلوش الا متحمر. ودي الكوسه وده الفلفل، عملت حله صغيره كده مشكله. وبالهنا والشفا اللي ياكل. وما تنسانوش بقى يا حبايبي في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير.